وبما اننا لسه في ايام العيد الكبير وعندنا اللحمه كتيره، هنخلل النهارده اللحمه ونطلع منها وصفه تحفه جدا. ما يختلفش عليها اتنين. كلنا بنحبها وبنشتريها جاهزه، بس هي جاهزه غاليه جدا، وكمان ما بنبقاش ضامنين ايه المواد اللي داخله فيها، وكمان معموله من لحمه ايه. النهارده ان شاء الله هنعملها في البيت عندنا. هنخلل اللحمة ونعملها بالطريقة الأصلية ومن غير أي مواد غريبة هندخلها فيها. هنعملها باللحمة الصافي بتاعتنا، مش هنزود لها غير شوية جيلاتين، جيلاتين بس عشان تتماسك معانا. وزي ما حضراتكم شايفين معانا البلوبيف عامل ازاي، ما تفرقهوش عن البلوبيف الجاهز أبدا، زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بالظبط. هنسمي الله كده ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. انا جبت معايا كيلو من اللحمه. كيلو من اللحمه لازم يكون معايا فيها دهن، يعني يا اما تجيبي لحمه ملبسه يا اما تحطي فيها حته دهن زياده، تجيبي حته دهن كده زياده فيها. يعني مع كيلو اللحمه ممكن 150 جرام من الدهن او كمان 200 جرام من الدهن. كل ما يكون فيها دهن هتكون جميله جدا. هجيب بقى لتر من الميه هغليه واسيبه لما يبرد معايا خالص. هحط بقى فيه التوابل بتاعتي اللي هي عباره عن حبهان وعباره عن فلفل اسود وكبابه صيني مطحونه وبهارات لحمه وورق لورا وكزبره ناشفه وتوم بودره وبصل بودره، ده لما موجود. بس الملح مش هحط فيها ملح دلوقتي، لان الملح لو حطيته في ميه التخليل دي هتشد العصاره اللي في اللحمه وتخلي اللحمه تنشف معايا. انا مش عايزه اللحمه تنشف معايا، فمش هحط لها ملح دلوقتي خالص. هسيبها في ميه التخليل كده واغطيها واسيبها في التلاجة لمده 3 ايام. لازم تكوني حطاها في التلاجة، ما تحطيهاش بره التلاجة. 3 ايام بالظبط، وبعد كده نجيبها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. المهم برضو اكون مغطياها، وزي ما بقولك ما تخرجيهاش بره التلاجة، في التلاجة نفسها مش في الفريزر. سيبي اللحمه تتخلل كده معاكي لمده 3 ايام وما تقلقيش خالص، مش هيجرى لها اي حاجه مادام حطاها في رف التلاجة، مغطياها وحطاها في رف التلاجة. والتخليل ده هو الطريقه الاصليه لعمل البلوبيف، هو اللي هيديني طعم البلوبيف الاصلي كانك مشتريه جاهز بالظبط. بعد 3 ايام بقى انا جبت نص كوبايه كده من الميه، وجبت فيها معلقتين كبار من الجيلاتين. هندوب المعلقتين الكبار من الجيلاتين في نص كوبايه الميه السخنه، وهنركنه بقى كده لحد ما يدوب ونشوف هنعمل فيه ايه. بعد 3 ايام انا خرجت اللحمه اللي معايا، خرجتها من الميه بتاعه التخليل وخدتها وحطيت معاها بصلتين كبار وحطيتهم على البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. مش هحط لها ميه خالص، انا هسيب الميه هسيب اللحمه تنزل عصارتها زي ما حضراتكم شايفين كده. اللحمه كده نزلت عصارتها. بعد ما نزلت عصارتها هدي عليها بقى النار واسيبها. هسيبها لحد اللحمه والبصل اللي فيها دول ما يستووا، كانك بتعملي كده كباب حله بالظبط. هدي عليها بقى وسيبيها كده لحد ما تستوي خالص. هتشرب كل الميه اللي فيها وكمان هتكون لسه ما استوتش. هروح مسقسقلها شويه ميه بشويه ميه، يعني شويه ميه سخنين بشويه ميه سخنين لحد اللحمه ما تستوي معايا تماما. انا عايزه اللحمه تكون مستويه جدا. بعد بقى ما اديت لها ميه وهي شربت الميه بتاعتها واستوت كمان معايا، احط لها بقى التوابل بتاعتي. التوابل بقى الحلوه بتاعتنا اللي هي فلفل اسود، كبابه صيني، بهارات لحمه، شويه كزبره ناشفين، شويه حبهان مطحونين. ان احنا يعني بنظبط التتبيله بتاعتنا كده كويس. هنزل عليها كمان بمعلقتين الجيلاتين اللي انا كنت مدوباهم معاكم. وطبعا عشان تدينا لون البلوبيف الاصلي هحط نقطتين كده من اللون الاحمر علشان تديلي اللون اللي احنا بنحبه طبعا في البلوبيف او اللي احنا متعودين عليه. لو مش عايزه طبعا تحطي لون مفيش مشكله خالص، اللون ده بس عشان يديني شكل البلوبيف النهائي او علشان يبقى باين معانا في التصوير. لكن حضرتك لو مش حابه تحطي اللون يا ريت ما تحطوش، ملهوش لازمه، مش مشكله خالص. ما دام انت بتعملي حاجه عندك في البيت مفيش مشكله ان انت تحطي لون. احنا كمان عشان التصوير معانا يظهر شويه فلازم طبعا نحطي اللون، وعشان يديني لون البلوبيف الطبيعي اللي مش هتفرقيه اصلا عن البلوبيف اللي بتشتريه من بره. بعد كده جبت بقى البلوبيف معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، وهاخده بقى اضربه في الكبه، بس مش هنعمه، يا ريت ما تنعمهوش عشان ما يبقاش ناعم وعامل زي الميه. لا انت خلي فيه تخشينه كده عشان يبقى زي البلوبيف اللي جاي من بره، يعني تحسي بيه كأن اللحمه فيها فتافيت كده، فتافيت من اللحمه. هو ده اللي هيديلك طعم وشكل البلوبيف فعلا زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بالظبط. انا ما نعمتوش خالص، شايفين حضراتكم؟ يعني اللي هو تحسي ان هو فيه يعني تخشينه كده زي اللحمه المفرومه معاكي كده. بعد كده بقى هنشيل بقى الجزء اللي احنا ضربناه في الكبه دون، وطبعا هنضرب باقي الكميه اللي معانا.
وفي علبة بقى حطي فيها كيس، اي علبة من عندك من علب التلاجة حطي فيها كيس، وروحي حاطه عليه باقي البلوبيف اللي معاكي او البلوبيف اللي انت ضربتيه معاكي في الكبة، علشان لما تيجي تطلعي البلوبيف يبقى سهل معاكي وما يكونش لازق في العلبة. او ممكن كمان تدهني العلبة زيت من غير كيس ولا حاجة، عشان البلوبيف ما يلزقش فيها، ولما تيجي تقلبيه يبقى سهل ان انت تقلبيه بكل سهولة. وانا عايزه اقول لكم ان انا عملت بلوبيف كتير قبل كده، والله عملت كذا وصفه للبلوبيف، بس بصراحه الوصفه دي هايله جدا واقرب طريقه فعلا للبلوبيف طعما وشكلا هي الوصفه دي بجد. يعني كل اللي كل منه ما حسش ان هو بلوبيف انت عاملاه في البيت، حس ان هو بلوبيف انت جايباه من بره فعلا شكلا ولونا. ولسه كمان لونه هيفتح شويه بعد ما يبرد وتيجي تقطعيه، هتلاقي لون البلوبيف اللي انت فعلا بتجيبيه جاهز في العلب من بره. وكمان الكيلو هيديكي كميه حلوه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني هيعمل لك يجي 6 7 علب كمان من اللي انت بتجيبيهم من بره. فطبعا لو عملتيه في البيت هيبقى اوفر لك بكتير، وخاصه ان احنا الايام دي في ايام عيد كبير او طالعين من ايام العيد الكبير، فالحمد لله رب العالمين عندنا اللحمه في البيت، ربنا يديمها نعمه علينا يا رب. فطبعا دي هتبقى حاجه سهله جدا بالنسبه لك ان انت تعملي كميه زي كده، وان شاء الله حتى تشيليها في الفريزر وتطلعي على قد الطلب، يعني طلعي على قد اكل الاسبوع. بعد ما تخلصي اكل الاسبوع طلعي تاني، يعني ما تخليوش اكتر من اسبوع في التلاجة، الزياده معاكي شيليه في الفريزر وطلعي منه بقى بالطلب زي ما انت عايزه على قد الاسبوع زي ما بقولك، لان هو مش هيقعد في التلاجة زياده عن اسبوع. لان زي ما حضراتكم عارفين وشايفين معانا كده في الفيديو ما تحطش فيه اي مواد حافظه ولا اي حاجه، هو عباره عن لحمه فقط لا غير، يعني بلوبيف صافي جدا زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بالظبط. بعد ما سيبناه بقى لحد ما جمد كده معانا زي ما حضراتكم شايفين كده وتماسك معانا زي ما حضراتكم شايفين البلوبيف، والله ما تفرقيه عن البلوبيف اللي انت بتجيبيه من بره نهائي شكلا وطعما، بجد طعمه خطير جدا، لانها عباره عن لحمه صافيه يا جماعه، لحمه صافيه بس واحنا عاملين بيها البلوبيف زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. شايفين شكل البلوبيف والقالب بتاعه عامل ازاي، شايفين نسبة الدهون اللي فيه عاملة ازاي. زي ما بقولك الدهون دي حاجة اساسية جدا في البلوبيف، لازم يكون في نسبة من الدهون ونسبة كويسة كمان من الدهون، لان الدهون طبعا زي ما حضراتكم عارفين بتدينا تطعيمه حلوه جدا جدا في اي حاجه احنا بنعملها. وكمان بالنسبه للبلوبيف غير التطعيمه اللي هي بتديها للبلوبيف، كمان بتساعد على التماسك في البلوبيف، بتساعد على ان اللحمه تكون متماسكه، طبعا ده بجانب معلقتين الجيلاتين الكبار اللي احنا حاطينهم معاه. زي ما حضراتكم شايفين كده معانا البلوبيف من جوه عامل ازاي، شايفين حضراتكم بجد لا يعني ما تفرقوش عن اي بلوبيف هتشتريه من بره، غير ان انت ضامنه المواد اللي معمول بيها وضامنه اللحمه اللي انت عاملاه بيها زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بالظبط. البلوبيف تحفه جدا وطعمه كمان خطير جدا، ان شاء الله لو جربتيه هيعجبك جدا باذن الله. وكمان مدينا كميه وفيره جدا زي ما حضراتكم شايفين معانا كده بالظبط. وطبعا لو حضرتك عايزه تقطعيه كله قطعيه، مش عايزه تقطعيه كله قطعي على قد الطلب، قطعي على قد الاكله اللي انت عايزاها، بس انا بقطعه طبعا علشان خاطر التصوير وعشان ابينه لكم واوريه لكم البلوبيف بتاعنا شكله عامل ازاي زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين البلوبيف تحفه. وعايزه اقول لكم ان مش بس البلوبيف اللي احنا عاملينه، احنا عاملين حاجات كتيره جدا من مصنعات اللحوم، من اول اكلات عيد الاضحى المبارك لحد البلوبيف دلوقتي هون عاملينه، عاملين كل حاجه. ان شاء الله لو دخلتي وخدتي لفه كده في القناه عندنا هتعجبك جدا ان شاء الله. عاملين طبعا طاجن الكوارع ودي اهم حاجه الاكلات العيد الكبير، عاملين الكرشه منضفين الكرشه بطريقه جميله جدا ان شاء الله لو شفتيها هتعجبك جدا. وكمان عاملين الطحال منضفينه بطريقه حصريه وعاملينه عندنا على القناه بطريقه حلوه جدا ان شاء الله هتعجبك. وعاملين المخ كمان بتاع الذبيحه برضو بطريقه جميله جدا، ولا اسهل ولا اروع من كده. ان شاء الله زي ما بقولك لو دخلتي ان شاء الله خدتيك لفه في القناه كده عندنا هتعجبك جدا باذن الله. وكمان عاملين البرجر في البيت بطريقه حلوه جدا ان شاء الله برضو هتعجبك لو شفتيها. وكمان عاملين البسطرمه، يعني عاملين البسطرمه كمان في البيت ان شاء الله. عندنا حاجات كتيره جدا ووصفات كتيره جدا ان شاء الله يا رب تستفادي منها، بس انتي تابعينا كده وان شاء الله هتستفادي مننا وهيجيلك كل جديد باذن الله. ووصفة البلوبيف الحلوة جدا دي كمان لو جربتيها يعني ان شاء الله هتتبعيها على طول. زي ما بقول لكم انا عملت وصفات كتيرة جدا للبلوبيف، بس بصراحة الوصفة دي اجمل وصفة طلعت فيهم، لانها قريبة جدا او هي بالظبط نفس البلوبيف اللي انت بتجيبيه من بره طعما ولونا. عاوزاكم بقى تاخدوا لكم لفة حلوة كده في القناة وتقولوا لي ايه الفيديوهات اللي عجبتكم او ايه الوصفات اللي عجبتكم. وكمان ما تنسوش تجربوا طريقة البلوبيف النهاردة او وصفة البلوبيف النهاردة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه.
ويا ريت لو عجبتكم وعجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. صحتين وعافيه لقلوبكم، وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.